كم مره جيت قلت هو ده الشهر اللي انا هبدا احوش فيه وهقلل مصاريفي على قد ما اقدر، وهيجي اخر الشهر هيبقى معايا مبلغ في ايدي احوشه واصرفه على حاجه بتبسطني وابقى ملك زماني. وكم مرة جيت يوم 20 بس في الشهر ولقيت مرتبك او مصروفك خلصوا وصرفت اكتر بكتير جدا من اللي انت كنت متوقعه. كتير قوي صح؟ تعالى نتكلم في الفيديو ده عن فكرة التحويش عموما، وهي ليه مهمة، وازاي اصلا نحوش، وازاي نعرف هو احنا نحوش كام كل شهر. وقبل ما تقول اي حاجه، انا عارف هتيجي تقول لي يا عم هو احنا اصلا عارفين نكفي الشهر بالمرتب اللي احنا بناخده ده علشان نحوش منه؟ انت مش شايف قد ايه الحاجات بتغلى واحنا مرتباتنا زي ما هي؟ اصبر كده وخليك معايا لاخر الفيديو وهتعرف ان التحويش ده ملوش اي علاقه بظروف البلد اللي احنا عايشين فيها، ولا بحالتك الاجتماعيه، ولا بمرتبك. يعني مش فارق اذا كنت بتقبض كتير ولا قليل علشان تحوش. علشان نفهم اكتر يلا بينا نبدا الفيديو. اعتقد اول واهم حاجه محتاجين نعرفها هو ايه التحويش اصلا. التحويش هو مبلغ زياده عن حاجتك بتطلعه كل شهر بعد ما بتخلص كل الالتزامات اللي عليك وكل المسؤوليات اللي عليك، والمبلغ ده بتحطه بقى سواء في بنك او بتحطه تحت البلاطه. صح؟ طبعا غلط. لو هو ده مبدأ التحويش بالنسبة لك، أحب أكد لك إنك عمرك ما هتحوش أي حاجة طول حياتك. بس علشان نفهم معنى التحويش بجد لازم نتفق على كام حاجة في الأول. أول حاجة هو إننا كلنا محتاجين نحوش، سواء كنت كبير أو صغير، وطبعا كل ما بدأت بدري كل ما ده كان حاجة أحسن، بس ده ما يمنعش إن أنت لو عندك 30 40 أو حتى 50 سنة إنك تبدأ تحوش، وتبدأ من النهاردة إنك تحوش. تاني حاجة لازم تبقى فاهم إن التحويش ده بيحسن من صحتك النفسية جدا. مجرد إن أنت متأمن نوعا ما بيخليك تاخد قرارات أحسن، ما بيخليكش مقيد بمرتب او بدخلك عموما. تعالى بقى اقول لك يعني ايه سيفنجز او يعني ايه تحويش اصلا. دورت كتير ما لقيتش احسن من جمله قالها وارن بافيت عن السيفنجز، وهو كان بيقول don't save what is left after spending but spend what is left after saving. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انت ما تحوش اللي فاضل بعد ما خلصت صرفك كله، لا انت حوش وبعدين اصرف اللي فاضل. لازم تبقى عارف ان اللي مخليك مش عارف تحوش لغايه دلوقتي هو ان انت بتفكر ان انت تحوش بعد ما تخلص كل مصاريفك، ودي حاجه مش صح. جرب كده الشهر الجاي طلع مبلغ صغير، مبلغ صغير جدا، انا مش هقول لك طلع حاجه كبيره، طلع مبلغ صغير وقول انا مش هيجي جنبها الشهر اللي جاي كله. هتلاقي ان انت الشهر كله هيعدي وهتعدي بنفس المشاكل بتاعه الشهر اللي فات، وهتفضل مزنوق الشهر ده زي الشهر اللي فات، بس الفرق الوحيد بين الشهرين هو ان انت محوش مبلغ على جنب. عدى اول شهر خلاص وحسيت ان انت مبسوط ان انت حوشت مبلغ على جنب، تعالى بقى اقول لك نعمل ايه بعد كده. لو دخلت قريت عن البيرسونال فاينانس او عن طرق ازاي تحوش بيها هتلاقي طرق كتيره جدا، بس يمكن اسهلهم والطريقه اللي انا بحبها عن نفسي هي طريقه ال50 30 20، وهي ببساطه بتقول لك ان 50% من مرتبك او من دخلك عموما لازم تحطه في الاحتياجات بتاعتك او في النيدز. النيدز دي هي اي حاجه انت ما تقدرش تستغنى عنها، زي مثلا اكلك او مصاريف عيشتك، بنزين عربيتك، فاتوره موبايلك، اي حاجه انت ما ينفعش تعيش من غيرها. هو في الاخر دي تعتبر نيدز، ودي مفروض تخليلها 50% بس من دخلك. ال 30% اللي بعد كده هم ال 30% بتوع الوونتس او الحاجات اللي انت ترغب فيها، الحاجات اللي هي ممكن تكون اعتبرها رفاهيات شويه، اللي انت مش هتموت لو عشت من غيرهم، بس في نفس الوقت انت بتعملها علشان انت بتحب تعملها، زي مثلا السفر، الخروج، اشتراكك على نتفليكس مثلا، الحاجات دي كلها. واخر 20% هي بس معموله للسيفنجز. السيفنجز دي بقى اللي هي فيها بنود كتيره جدا، احنا ممكن نتكلم في حلقه كامله عن ال 20% دول بس المهم ان انت تطلع على الاقل في حدود 20% كل شهر من مرتبك او من دخلك علشان تحطهم في السيفنجز. طبعا انا عايز اقول لك ان النسب دي مش قرآن، يعني هما مش لازم 50 30 20. طبعا كل شخص بيختلف مسؤولياته والتزاماته، يعني مثلا لو انت اب او ام عندك طفل او طفلين هتلاقي ال 50% دي زادت شويه بسبب مصاريف المدارس وبسبب المسؤوليات اللي عليك. بس اهم حل في نظري عشان تبدا تطبق النظريه دي صح ان انت تبدا تتابع فلوسك، تشوف انت بتصرف فلوسك في ايه. هتصدقني هتتفاجئ من كميه الحاجات اللي انت كنت فاكر انك ما بتصرفش فيها فلوس اصلا، بس في الحقيقه هي تقريبا واكله نص مرتبك. في الاخر احب اقولك ان الموضوع صعب وصعب جدا كمان، بالذات في الظروف اللي احنا عايشين فيها، وان الحاجه بتغلى يوميا تقريبا، مش بس في مصر، ده في العالم كله. بس الظروف اللي احنا فيها دي هي اللي بتبين قد ايه ان احنا محتاجين التحويش ومحتاجين نطبقه في حياتنا، حتى لو مش مره واحده، بس نبدا نطبقه واحده واحده. بس كده، لو وصلت لحد هنا دوس لايك وقول لي تحت في الكومنتس ايه الحاجات اللي انت كنت فاكرها اساسيه واكتشفت ان انت تقدر تعيش من غيرها عادي جدا. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.